محدش يقدر يقول له اي حاجه. محدش هيتكلم. انا من مكان هنا بقى ساكن، انا جاي بقى بصور، انا بقول لك قدرني، هقول لك حاسب هي بس انا شوف انا عايز ايه. خلاص خلاص المفروض تيجي الاول الاداره، تستاذن من الاداره بعدين نبقى نجيب انا هعمل اقامه على الناس وباجي لحضرتك. يا عم ما ينفعش. هيجي بقى يصور. هو ده الاسلوب اللي انت دخلت فيه. انت عمال تصور. بقول لك ايه يا عم مين اللي بيجيب ام البتاع ده كله؟ يلا صوروا وهو بيتكلموا. خلي بالك هتقول لك عليهم دلوقتي. يقدر يتكلم معاكم يابا. خلاص بقى. خلاص يا استاذ. ايوه ما عبرتش ايوه ماشي. زي ما شفنا امن المكان والعقارات اللي اخذها ساكني. انتوا من سكان ايه؟ مصر القديمة. زي ما شفنا سكان اسطبل عنتر ومصر القديمة وعزبة خير الله، امن المكان هنا اللي اخذوها، العقارات اللي اخذوها من الحكومة بدل العقارات اللي تمت ازالتها، امن المكان رافض تماما ان احنا نصور. حصلت مشكلة جامدة جدا واحنا هنضطر ان احنا نقفل التصوير. حقيقة الاهالي بتوع منطقة هرم سيتي انا بوجه لهم الشكر على الرجولة والشهامة. هم دول ولاد البلد، هم دول ولاد المناطق الشعبية والفلاحين هم دول وقفوا وقفة وخلوا الامن بقى فراخ. البودي جاردات بتوع نجيب ساويرس تحولوا الى فراخ. طلع الشعب اللي هذه القناة صوته وعلمهم يعني ايه الادب. الحقيقة انا بوجه الشكر الى كل الجماهير التي ضاع حقها بمعرفة الحكومة السابقة ونجيب ساويرس. بوجه لهم الشكر وبقول لهم بكرة ان شاء الله في حلقة عايز حقي ستكون ساخنة.